فأول ما بدأ الإسلام بتنظيم المنظومة الأخلاقية. ولذلك الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فرد يوم صارت مجاعة بالمدينة، عند المشرف على المواد أو التموين لعائلته اسمه معتب غلام، قال له معتب ايش عندنا ما عندنا من أموال من شيء، شنو الناس تشري يوم بيومه، تتذكرون مو مرت علينا فترة نشري يوم بيومه حتى الطحين. هذا معتب عباله الإمام يريد يطمئن على نفسه، قال له لا أنا ما أقصد أطمئن على نفسي. قال له سيدي اطمئن، بعد 6 أشهر يكفينا الطعام الموجود في خزانتنا. قال له معتب اليوم يطلع هذا الطعام مال 6 أشهر ويطرح في السوق يباع، الاحتكار محرم، هو اللي يسوي المجاعة. يعني يريد يربي الأمة على الشعور بالمسؤولية، مو من يجي شهر رمضان السلعة تصعد، مو بشهر رمضان تصعد السلع لو ما تصعد، تصعد. دجاج إذا كيلو 3 وربع برمضان يصير 5، ليالي القدر هم يصعد شوية شوي لين يصير عليه سحب وطلب أكثر. الإمام الصادق سلام الله عليه رب الأمة أن الشعور بالمسؤولية، من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. يوم من الأيام يبعث على رجل من أصحابه اسمه مصارف، يقول له هذه 1000 دينار، ال1000 دينار خذها واطلع بها للتجارة، عيالي كثروا أنا أحتاج مصدر، أحتاج مال. طلع هذا الرجل وين راح؟ راح إلى مصر، قافلة تجارية، تبين السلعة اللي ماخذيها، الحاجة اللي ماخذيها عليها طلب بمصر. من لقوا عليها طلب شددوا القبضة، شدوا القبضة على الناس، ما باعوا إلا دينار بدينار، يعني السلعة بالضعف. رجع مصارف مرتاح نفسيا للإمام سلام الله عليه، قال له سيدي أنا ربحت هاي 2000 دينار، هاي الألف اللي أعطيتني إياه وهذا 1000 دينار مع الربح. قال له 1000 دينار تربح دينار بدينار ومن مسلم؟ تدري مصارف يقول الإمام ال1000 دينار ما مسكن حتى بإيده، وإنما أبعدهن بالعصا، أبعدهن علي بالعصا، قال له خذهن، أنا أربح من مسلم دينار بدينار وانت مكيف جايني ربحان 1000 دينار. يا سيدي الآن أنت أرجوك، هسه من يصير واحد يمر بضائقة ويريد يروح للعلاج وما عنده إلا يبيع سيارته، يريد يروح للعلاج ما عنده، ممكن يضطر يبيع بيته، يمر بنائبه ابنه يسوي له مشكلة ويتكلف فصل وما شاء الله بالجنوب ايش كثر تدفع الديات والفصول. تتوقع اكو ناس واحد يتصل على الثاني، هذا بيطق نازل خوش بيت خوش سيارة اخذه بأقل من قيمته، ترى مضطر محتاج، يعني حتى لو تطيتش بتفاليس يبيعها، ما يصير. مو من الدين هذا، مو من القيم، مفروض أنا أشعر بحاجته. فالإمام سلام الله عليه رجع إلى 1000 دينار على مصارف. هسه قد واحد يقول مو المؤمنون مسلطون على أموالهم؟ أقول لك بلى مسلطون على أموالهم، لكن يا سيدي خلاف المروءة أن تربح دينار بدينار، خلاف المروءة، ومن لا مروءة له لا دين له. وإحنا مو بس هذا الربح دينار بدينار وعمله أخذ، لا يا سيدي، وإنما هناك من مفتحين مكاتب للربا، ودرهم من ربا أعظم عند الله من 36 زنية كلها بذات محرم. اسمعها طب منها تطلع منها.